قال النبي عن المرأة: أوصيكم بالنساء خيرا. وقال: الله الله في النساء. وقال: خيركم خيركم لأهله. لا تظلم امرأة، لأن خصمك يوم القيامة سيكون رسول الله. انت هتكلمنا دلوقتي عن ايه يا دكتور عمرو؟ مع شريحة معينة من الناس. يا ترى شريحة ايه؟ الستات. الستات؟ الستات. طب يلا نبدأ. في حاجة غلط احنا بنعملها يا مسلمين ويا متدينين في تعاملنا مع المرأة. ايه هي بقى؟ ان احنا بنخلط بين حاجتين، بين الحقوق والواجبات، حقي، وبين الرحمة اللي ربنا أمرنا بيها في الشرع. عايزين نعرف ايه اصل التعامل مع المرأة. الأصل في الحياة مع المرأة المودة والرحمة. طب ايه الغلط اللي بيغلطه الراجل؟ ياخد أحاديث الحقوق والواجبات اللي هي عند الخلاف ويعممها على الحياة. عايزين نسمع بقى الدين قال ايه عن المرأة. الدين قال الرحمة بيها واسعة جدا، بيها واسعة جدا. طب تعال نتكلم عن الراجل اللي بيتجوز تاني، ايه غلطته؟ التي بلا رحمة. يقوم متجوز صديقة مراته الروح بالروح 20 سنة. راجل اتجوز الصديقة الحميمة لبناته. راجل اتجوز خادمة مراته. والإسلام ما فيش فيه طبقية، الإسلام ما فيش فيه عنصرية. حل يا دكتور عمرو. الرحمة بالناس. ممكن توجه رسالة لرجال العالم عن المرأة؟ المرأة مخلوق رقيق جدا. طب وايه كمان؟ المرأة أكثر رحمة من الرجل في أغلب الأرض، أكثر تدينا. طب وايه كمان؟ المرأة بطبيعتها محبة للرحمة ومحبة للإنسانية ومحبة للإيمان. سامعين؟ بس مين يسمع دكتور عمرو ومين يحس؟ مش كتير، بس ان شاء الله يكونوا كتير. طب ايه كمان؟ ما نكسرهاش كده، ما نكسرهاش كده، ما نكسرهاش كده. يلا خدنا بقى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وازاي تعامل مع المرأة. تعالوا نعيش مع النبي، تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تعامل معها ازاي. اسمعوا كده وتأملوا معايا الكلمات. اسمعوا هو بيقول: أوصيكم بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. اللي عامل المرأة وحشة لئيم، مش كويس. ايه رأيك؟ ايه ده النبي، دي شخصية النبي مع المرأة. فسح. شخصية النبي مع المرأة مشاركة واستماع. شخصية النبي مع المرأة بيساعدها في البيت. شخصية النبي مع المرأة كلام في الحب. الأصل في حياة النبي في تعامله مع المرأة الحب والود. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مساحة: اقبل شريكة حياتك مع أخطائها. طب يوم وفاته قال ايه عن النساء؟ اسمعوا النبي آخر يوم، يوم وفاته، وهو نازل من على المنبر، آخر كلمة: الله الله في النساء. ممكن تفسر اكتر يا دكتور عمرو؟ يعني ايه الله الله في النساء؟ حلفتكم بالله حافظوا على النساء. قالها 3 مرات. طب مين احسن واحد فينا؟ احسن واحد فيكم اللي بيعامل مراته حلو. رفقا بالقوارير. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا فكرة رفقا بالقوارير. المرأة زي الكريستالة. انت قلت ايه؟ كريستالة. ممكن تقولها تاني؟ زي الكريستالة، كريستالة، كريستالة، كريستالة رقيقة. حد قال كده على واحدة ست قبل كده؟ لا محدش. طب والكريستالة دي يا دكتور عمرو خالد تتعامل معاها ازاي؟ واحدة واحدة عليها. انت ايوه انت بتقول كلام حلو لمراتك ولا ما تقولهاش؟ ولما كنتش بتقول لها ده يتسمى ايه يا دكتور عمرو خالد؟ في نوع تاني من الظلم في التعامل مع المرأة، ظلم العواطف. في واحد جيبه شحيح، بس اللي أسوأ منه اللي نفسه شحيح، ما بيقولش كلمة حلوة، ما بيقولهاش كلمة، ما بيقولهاش شكرا. يا اوعى تبقى شحيح كده يا اخي. يلا بقى قول لمراتك كلمة حلوة. ما بيطبطبش طبطبة، ما بيبتسمش في وشها. ايه شح القلوب دي؟ والله شح القلوب أوحش من شح الجيوب. يبقى هتقول كلمة حلوة لمراتك وهتطبطب عليها وهتبتسم في وشها وهتقول لها شكرا، وإلا هيبقى عندك شح قلوب. عايز كده؟ الطبيخ بقى لما هي تطبخ له مش يعجبه، ممكن يبهدل الدنيا ولا على شوية ملح زيادة. ده طبعا مش كل الرجالة بيعملوا كده. تعال نسمع دكتور عمرو خالد يقول ايه. صلى الله عليه وسلم إذا في البيت قدموا له أكل وما عجبوش تركه. ما يقولش ايه الوحشة دي. ليه؟ مش في ست تعبت وطبخت الأكل ده؟ سنته كده. يعني سنته كلها رقي ولطف في التعامل مع المرأة. ودلوقتي عايزين كده رسالة قوية من دكتور عمرو خالد تهز الراجل. يا رجالة، ده انتوا رجالة،
يا رجالة، ده انتوا رجالة، اوعى تكون ظالم مراتك، اوعى تظلم واحدة ست، يكون خصيمك يوم القيامة رسول الله. يلا بقى يا دكتور عمرو خالد، ادي الرجالة واجب عملي وخطوة جادة للتعامل مع المرأة. النهاردة ارضي الستات اللي حواليك، اهو خطوة عملية. شوف دايرة النساء اللي حواليك، ارضيهم النهاردة، رد المظالم، رد مظالم العواطف، ابتسم، طبطب حتى لو مش حابب، بس يبقى الرحمة عندك عالية، تطبطب حتى لو قلبك مش مليان بالحب. ده قمة الرجولة، ده قمة الرجولة. آخر حاجة بقى يا دكتور عمرو خالد هتقولها؟ الأصل في أحكام الأسرة في الإسلام الرحمة والفضل